بسم الله الرحمن الرحيم. هنشرح النهارده ترمبة حقن الوقود محرك ديزل. ترمبة حقن الوقود دي هنعرف هي موجودة فين، هنعرف أجزائها، هنعرف فايدتها، هنعرف حاجات كثيرة في ترمبة الحقن. تعالى نتعرف على ترمبة حقن الوقود. ترمبة حقن الوقود لو احنا بصينا أول حاجة عمود كامات ترمبة الحقن دي تابع، دي ياي، جوه الياي على طول في اسطوانه وفي كباس، اطلع لفوق الاقي جلبه مسننه، الحته اللي اسمها جلبه مسننه، الجزء ده اسمه جلبه مسننه، الجزء ده اسمه جريده مسننه. تمام؟ الراجل ده اسمه منظم. سيبوا الوقت ده، انا مش هشرحه الوقت. اجي ابص الاقي فيه كباس اهو بيتحرك، كباس جوه. شوف الحركه بتاعت الكباس دي، شوف حركه الكباس، الحركه اهي، شوف حركه الكباس اهي تردديه اهي، وفي حركه جانبيه، شوف الكباس بيتحرك جانبي اهو. اطلع لفوق كده الاقي فيه صمام لا رجعي، سوسته وصمام لا رجعي، بلف بيسمح بخروج الوقود وما يسمحش بالدخول، وده اسمه نبل. النبل ده فيه مواسير ضغط عالي راح للرشاش، مواسير ضغط عالي راح للرشاش، يبقى دي ترمبه الحقن. يبقى ترمبه الحقن تتكون من الجسم الخارجي 3 فتحات: فتحه دخول الوقود، فتحه خروج الوقود، فتحه الاستئصال. فتحه ايه؟ الاستئصال. طب الحته اللي اسمها ايه؟ اسمها كركه او ترمبه تغذيه. كركه وترمبه ايه؟ تغذيه. تعال نتكلم عن ترمبه الحقن تاني واجزاء ترمبه الحقن. الجسم الخارجي، فتحه دخول الوقود، فتحه خروج الوقود، فتحه الاستئصال. اجي ابص الاقي عباره عن ايه؟ ترمبه الحقن المجمعه دي عباره عن محرك 6 سلندر، اداه 1 2 3 4 5 6، 6 نبال. اجي ابص الاقي في عمود كامات، الاقي في كامه، في دليل او تابع، في ياي، جوه الياي على طول في كباس، وفي وداخل الكباس داخل ايه؟ داخل الاسطوانه. الاقي فيه جلبه مسننه، في جريده مسننه، تمام؟ الاقي فيه كباس، الاقي فيه صمام لا راجعي، في نبل، وفتحه الخروج راحه المواسير ضغط عالي راحه للرشاش. طيب الراجل ده ترمبه الحقن نظامها ايه؟ قال لك ترمبه الحقن ديت نظريه عملها. قال لك ترمبه الحقن نظريه عملها ايه؟ قال لك ترمبه الحقن الكباس اللي جوه دي بتحرك حركتين: حركه تردديه، شوف ادي حركه تردديه وحركه جانبيه. الحركه التردديه اللي عملناها دي عن طريق الكامه والياي، الحركه التردديه للكباس عن طريق الكامه والياي، الحركه التردديه عن طريق الكامه والياي. طب ليه؟ لسحب الوقود وضغط الوقود. طب الحركه الجانبيه ايه؟ لتزويد الجاز وتقليل الجاز، لتزويد الجاز وتقليل الجاز. يبقى احنا بنقول ترمبه الحقن هي القلب النابض للمحرك. فايده ترمبه الحقن ايه؟ معايره الوقود، ضبط توقيت الحقن، ضبط معدل الحقن، ضبط معدل الحقن، معايره الوقود. كده شوف كده جت